وطبعا كلنا اتفرجنا على فيلم بير الخيانة اللي كان من بطولة النجم نور الشريف، وطبعا الفيلم ده حاول يورينا الحقيقة كاملة، ولكن احنا ما شفناهاش كاملة لأن كان فيه شوية تحفظات من الأمن الوطني وما كانش ينفع كل حاجة تطلع لينا على الشاشة، وعشان كده انت شفت جزء من الحقيقة مش الحقيقة الكاملة. احنا النهاردة بقى هنكشف لك كل ده بس من غير بهارات السينما المصرية، وهتشوف الحقيقة وبس. تابع معايا قصة العميل رقم 1041 أو الجاسوس اللي عاش خاين ومات كافر. النهاردة هنتكلم عن رجب عبد المعطي، بطل الفيلم الحقيقي والجاسوس السكندري الحقيقي. بداية رجب اتولد في حي الأباني في اسكندرية في أكتوبر سنة 1937، بس هو ما كانش زي الاسكندرانية الجدعان أبدا ولا كان ليه صلة بيهم أصلا. رجب عاش حياة مرفهة جدا وكان متدلع، وعمره ما كان عايز حاجة وما أخدهاش، وده لأن مستواه كان يسمح له طبعا. والده كان عنده شركة ملاحة في المينا. رجب فشل في الثانوية لأنه شايف إن إمكانياته كبيرة ومش محتاج لحوار التعليم ده خالص. بعدها بقى والده وظفه في المينا، وطبعا بالواسطة لأن رجب ما كانش معاه غير الإعدادية، فالمفروض يحمد ربنا على أبوه وفره له ده. المهم اشتغل كاتب حسابات في مينا الإسكندرية، بس كان طموحه أعلى من كده لأنه كان عايز يسافر بره، ولأنه شايف إنه هيبقى حاجة جامدة بره مع إنه أصلا فاشل في بلده، فمش منطقي خالص إنه يبقى ناجح بره بلده. ده أنت حتى يا رجب ما عرفتش تاخد الثانوية العامة. ما علينا. رجب قعد يزن على أبوه لحد ما أبوه سفره اليونان، ورجب سافر وهو من جواه مش عايز يشمت حد فيه أبدا ولا يرجع من غير ما يثبت للكل إنه ناجح، وأولهم أبوه. لما رجب سافر اليونان بقى ما كانش فيه أي شغلانة عجباه، لأن البيه كان رايح هناك وعايز يفضل بيه زي ما هو، ما كانش عارف إن الغربة كلها مرمطة. المهم وهو هناك قابل واحد أصله اسكندراني بس بيشتغل ومقيم في اليونان، بس ليه مصالح في اسكندرية، ورجب حب يشغل دماغه كده وبفهلوة نصب على الراجل وأخد منه كل فلوسه بحجة إن هو اللي هيساعده إنه يخلص كل شغله ومصالحه اللي في اسكندرية، وطبعا هو عارف إن هو كده كده هيتقفش، فأخد بعضه وهرب على أثينا. وهو بيتمشى كده في شوارع أثينا قابل بالصدفة شاب مصري من سوهاج كان بيشتغل في مصنع للعصاير، فالشاب ده عرض عليه إنه يشتغل معاه في قسم التغليف، بس طبعا رجب الجلالة أخدته ورفض. فالشاب ده نصحه يرجع اسكندرية علشان ما يكونش فريسة للقوات الإسرائيلية اللي بتصطاد الشباب المصري العاطل في اليونان مقابل مبالغ كبيرة جدا. فساعتها رجب شغل دماغه للمرة التانية وقال جوه نفسه وإيه يعني أنا مش هخسر أكتر من اللي خسرته، وما خدش وقت كتير حتى في التفكير، وراح كتب رسالة لسفير دولة إسرائيل في أثينا وقال له أنا موظف مصري أقيم في بنسيون، دقت بيا الدنيا في اسكندرية وأثينا، والبعض قالوا لي إنكم بتمدوا المساعدة لأي حد بيلجأ ليكم وإنتم الملجأ الأخير ليا، فأرجو أن أنال عطفكم واهتمامكم. وده بالظبط كان نص الرسالة اللي اتباعت للسفير الإسرائيلي. وبعد 3 أيام رجب اتفاجئ بمندوب من السفارة الإسرائيلية بيستناه في صالة الاستقبال، وأخدوا على السفارة، وهناك قابلوه مقابلة لطيفة قوي وقالوا له وصلتنا رسالتك ومش فاهمين أنت عايز إيه بالظبط. فقال لهم أنا عايز أشتغل في أثينا، وسلمهم جواز سفر وسابوه 3 ساعات لوحده، وبعدين راحوا له باستمارة وطلبوا منه يكتب بياناته فيها. ولما عرفوا انه اشتغل 3 سنين في مينا اسكندرية طلبوا منه تقرير مفصل عن المينا وأهميته، وبالفعل كتب لهم التقرير وأبهرهم بالمعلومات اللي كتبها عن المينا. وساعتها الضابط الإسرائيلي اكتشف انه لقى كنز بين ايديه وان رجب هيفيدهم كتير في شغلهم، وادوله $200 وسابوه ايام يتفسح فيها، يروح كباريهات ويسهر مع بنات ويشرب خمور وياخد راحته كده شوية. وطبعا ده كله رجب كان تحت المراقبة لحد ما اتفاجئ في يوم بإبراهام بيزوره في أوضته في الفندق، وإبراهام ده بقى يبقى ضابط في الموساد. وقعد بقى إبراهام ده يتكلم مع رجب عن مشاكل العرب ومشاكل الشرق الأوسط، ويقول له إحنا عايزين نوصل للسلام، إيه رأيك لو تساعدنا نحقق السلام ده؟ رجب سأله سؤال بقى وقال له هو أنا إيه المطلوب مني بالظبط؟ إبراهام اداله $400 وقال له ما تسألش كتير علشان ما ازعلش منك، أنت تنفذ اللي أنا أطلبه بس. وبعدين سأله انت عندك صاحبة تبات معاك كده تونسك ولا انت لوحدك؟ فرجب قال له كان عندي بنت صاحبتي بس سابتني ومشيت علشان انا مش بعرف اتكلم يوناني. فابراهام قال له ما تشيلش هم، انا هجيب لك واحدة بتتكلم عربي هتقعد معاك وتسافر معاك كمان لتل ابيب علشان القادة في اسرائيل عايزين يتعرفوا عليك. وفي يوم عملوا اجتماع في السفارة الإسرائيلية في أثينا وطلبوا من رجب يرسم لهم ويحدد لهم موقع مكتبه بالظبط في مينا اسكندرية. واتفاجئ رجب بماكت مصغر من المينا ككل محطوط قدامه على الترابيزة، وحدد لهم موقع المكتب بتاعه وشرح لهم بالتفصيل كل المعلومات عن المينا، وقال لهم على كل معلومات شغله اللي كان بيعملها،
وكمان شرح لهم كل المداخل والمخارج بتاعة المينا، وكتر خيرك يا عم رجب. بعدها طبعا هم وثقوا فيه ووثقوا في كم المعلومات بتاعته، ووصلوا مندوب من السفارة للمطار. ولما وصل مطار تل أبيب كان في عربية فيها 3 من الموساد مستنياهم تحت الطيارة، أخدتهم وراحت بيهم على بيت في تل أبيب، وكانت مستنياهم بنت إسرائيلية في البيت ده، وكانت جميلة واسمها زهرة. استقبلته باللغة العربية وقالوا له دي اللي هتقعد معاك وتخدمك. الصبح أخدوه لمبنى الموساد واستقبلوا كبار رجال الموساد وسألوه عايز تشتغل إيه؟ قال لهم جاسوس. فبقى زبونهم بقى، ونزلوا فيه أسئلة وأجوبة، وكمان قعدوه على جهاز كشف الكذب علشان يتأكدوا إنه مش طعم من المخابرات المصرية، وتأكدوا إنه فعلا مش كذاب ولا مزقوق عليهم. احتفلوا بيه وسلموه رتبة رائد، وطلعوا له باسبور إسرائيلي يهودي باسم جديد يهودي واللي كان اسمه ديفيد ماشول، وبدأوا يدربوه تدريبات مكثفة علشان يقدر بعدها يستقبل الرسائل المشفرة ويترجمها، وكمان علشان يقدر يستخدم الحبر السري والشفرة الخاصة للمراسلة. وأصبح رجب بقى كاره لمصر وبيحب إسرائيل وبيتمنى لها كل خير. وطبعا ما نقدرش ننسى زهر اللي كان ليها دور كبير جدا في تكوين ميوله الجديدة المحبة لإسرائيل دي. وبعد ما خلص تدريباته قالوا له انت هترجع على اسكندرية وتشتغل شغلك القديم في المينا، واحنا هنديك فلوس كتير قوي علشان تجدد بيها شركتك وشركة أبوك اللي خلاص فلست، وكمان هنفهمك انت هتعمل ايه بالظبط. بس قالوا له قبل ما ترجع اسكندرية احنا عايزينك تقعد شوية كده في أثينا وتمشي بين المصريين وتفهمهم كلهم انك بقيت رجل أعمال مهم وناجح جدا في أثينا، وعايزينك تدعم المصريين اللي موجودين في أثينا والوافدين إليها، وتوزع عليهم هدايا وتساعد اللي محتاج يتساعد، وكمان تبعت هدايا لأصحابك في اسكندرية، وده علشان تكسب ثقتهم ويبقى ليك كده اسم وصيت بينهم. وطبعا صيته بقى عالي قوي في أثينا واسكندرية وبقى ناجح جدا. وطول الوقت ده زهرة طبعا كانت قاعدة معاه في الشقة اللي الإسرائيليين جابوها له في أثينا يقعد فيها. وفي يوم رجب جاله رسالة إنه يرجع على اسكندرية، واليوم ما كانش معروف بالتحديد لكنه كان في شهر سبتمبر سنة 1970، وكان في ناس كتير متجمعين عند بيت أبوه الحاج عبد المعطي علشان يهنوه. ولما كان بيجدد مكتبه هز مصر خبر وفاة الزعيم عبد الناصر، ودي كانت أول رسالة رجب بيبعتها للضباط الإسرائيليين. وبدأ رجب سنة 1971 إنه يجدد شركة الملاحة، وكمان كان بيتعرف على كل شركات الملاحة وأصحابها التانيين، وطبعا يعرف منهم كل المعلومات عن المينا والشغل. ووقتها كان بيبعت كل التفاصيل والتقارير عن طريق جهاز التشفير اللي كان جايبه معاه من إسرائيل. وقامت حرب أكتوبر سنة 1973 وعبر الجيش المصري طبعا خط قناة السويس، والوطن العربي كله كان سعيد إلا رجب، هو اللي كان مقهور وبيبكي بحرقة لهزيمة العدوان الثلاثي. انت متخيل انه بيبكي لهزيمة اعدائنا؟ في الوقت نفسه الاسرائيليين طلبوا منه يكثف جهوده ويبعت لهم معلومات عن الشحنات والسفن اللي بترسى في المينا. واستمر الحال كما هو عليه لحد سنة 1975، وكان بيبعت خطابات كتير قوي لروما، وده بحجة انه بيبعت لشركات ملاحة يعني في مجاله كده. ومن روما الخطابات كانت بتوصل للإسرائيليين، ولكن عدد الخطابات كان مبالغ فيه، وده السبب اللي خلى المخابرات المصرية تشك في أمر رجب. والقوات المصرية صدرت الخطابات دي وفكوا شفراتها وعرفوا اللي فيها. وفي يوم 13 يناير سنة 1975 هجمت عليه القوات المصرية في مكتبه وكانوا بيفتشوه، وبالصدفة بقى ولسوء حظه جاله جواب من الموساد وقتها بيبلغوه فيه إنهم عايزينه يرجع أثينا في شهر مارس اللي جاي، وبكده تم القبض عليه. تمت محاكمة رجب محاكمة عسكرية، وكان في قرار الإحالة إن رجب عبد المعطي تخابر مع دولة أجنبية وتم الحصول على اسم يهودي وديانة يهودية ورتبة يهودية عسكرية، وبيقدم مصالح لدولة أجنبية معادية، وإنه بيشكل ضرر كبير على الدولة المصرية. وتم الحكم عليه بالإعدام، وتم الإلقاء بيه في السجن وسط أنواع مختلفة من المساجين اللي كان داخل منهم بقى في قتل وسرقة ونصب ومغتصب. لكن وسط كل دول ما كانش فيه أحقر منه، كل دول كانوا بيحتقروه بشكل كبير لدرجة إنهم كانوا بيتفقوا عليه وعايزين يقتلوه، لحد ما أخدوه العساكر وعزلوه في حبس انفرادي. وفي مرة من المرات بيفتحوا عليه الحبس لقوه شايل عدسة النضارة النظر اللي كان بيلبسها وقطع بيها شريانه وكان غرقان في دمه. وهنا بقى اتقالت الجملة الشهيرة اللي كلنا عارفينها، واللي هي عاش خاين ومات كافر. ومن هنا نقدر نقول إن رجب خسر دنيا وآخرة، وطبعا نتمنى إن النموذج ده ما يتكررش عندنا تاني أبداً. وفي ختام حلقتنا ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات، وتقول لنا على أي مواضيع تانية أو أي جواسيس تانية تحب نعرضها في القناة. وطبعا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. يلا سلام.